اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قسم الخضار. بسم الله على بركة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الكرنب مغلف كده والكرنبيط. وده ايه؟ البامية بتاعتنا حلوة برضه، باميتنا طبعا مصرية حلوة. وده ايه؟ اللي يعرف ده يقول لي وده ايه؟ القرع العسلي، وده اللي انا عرفته. ده ايه بقى؟ ده ايه يا جماعة؟ اللي عارف يعرف يقول لي في الكومنتات. ممكن يكون حاجة زي القلقاس، بس شكله بقى حاجة من نوع من انواع القلقاس، بس على طويل. اكتشفت اسامي الحاجة. شفتوا بقى الاسم فين؟ يعني انا قلت لكم هو ده ايه، لقيته بقى مكتوب عليه اهوت القرع البلاب الهند، مكتوب عليه في اليافطة فوق. بامية عمان. بس دي بقى مش مكتوب عليه. القرع المر عمان، مكتوب عليه القرع المر عمان. قسم الأسماك. هي بتختلف برضك من مكان لمكان، يعني احنا عندنا في مصر ما فيش الأنواع، يعني في الأنواع مختلفة شوية. اهو السمك المكرونة اللي عندنا. حلو فنانيس رمضان اللي متعلقة دي. بوميلو السيد، الاسم كده صح؟ بوميلو السيد. حاجات كده ايه، وريتكم بقى لما ايه حاجات من البلاد التانية مستوردة من الصين، الهند، سوريا، يعني كل حاجات ايه مستوردة.
اسمها أعشاب وأوراق طازجة. مش عاجبني الخضار المرة. قسم الأجبان. مخلل مشكل هندي، طماطم مجفف، مخلل المانجو، سلطة المانجو، الزيتون، مخللات. شكلها غريب. وأنواع الجبن بقى. شوف بقى أنواع المربات. مربى التوت، مربى الكرز، مربى الورد، مربى المشمش، مربى الفراولة. دي المقرمشات والشيبسيات بالشكل ده كده. طبعا انا عشان الفيديو ما يطولش حبيت بقى اوريكم اماكن التسوق في البلاد التانية. مختلفة طبعا من مكان لمكان، يعني مختلفة عن مصر. حاجات منظمة ومرتبة كده وحاجات جميلة، والمول شامل طبعا زي ما انتم شايفين خضروات وكل حاجة. انا حبيت بقى اعرض لكم المكان. حطوا اللايك بقى والشير، تشوفوا من النظافة طبعا. بيتمسكوا كده على طول ونظافة. قسم المنظفات. فأنا حبيت بقى أعرض لكم المكان كله. في بردك قسم الأدوات المنزلية، الحلل والطاسات والحاجات دي كلها والمنظفات. فحطوا اللايك بقى والشير، وقولوا لي ايه رأيكم في التسوق برا مصر. عشان في طبعا كده بقى مش عايزة أطول عليكم الفيديو. نكتفي بالقدر ده. حطوا اللايك بقى والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.